جات لنا شكوى عن طريق برنامج صوت الناس من المواطن محمد احمد عبد الحافظ. ده مقيم في محافظه القليوبيه وشكوته فين حته في القليوبيه محدد؟ شكوته في شبرا الخيمه مساكن حجازي. محمد احمد عبد الحافظ. وطب شكوته بتقول بيناشد السيد محافظ القليوبيه المهندس محمد عبد الظاهر ان هو سائقي، هو عنده تقريبا سواق وبيستعمل ميدان المؤسسه كل يوم. هو بيشيد بميدان المؤسسه وبيشيد بكفاءه الميدان، ولكن بيخاطب السيد محافظ القليوبيه ان في مطلع الدائري من عند متنمه الواصله دي فيها مطب، بيقول فيه هو بقى له اكتر من سنتين ثلاثه ونفس المطب بيكسر عربيات. فطبعا هو يعني انت قصدك مطب ما تم لا عمله مش مطب صناعي، ده مطب، لا ده كسر في طلعه متنمه. يعني في مشكله في يعني حفره في الارض، بقى لها اكتر من سنتين. ده بيكسر عربيات وبيعمل زحام، يعني ده بيعمل في دخلة تراكم. متنمه. نعم، في طلعه الدائري من عند متنمه يا فندم، في مطلع الدائري. يعني دي تبع هيئه الطرق والكباري. هيئه الطرق والكباري، بس احنا بنناشد برضو فيها ومحافظ القليوبيه السيد محافظ القليوبيه المهندس محمد عبد الظاهر، وبنناشد فيها السيد المحترم رئيس مدينه شبرا الخيمه اللي هو حسن ناجي، ورئيس الحي مصطفى ابو حجر، ان ده مواطن من ابناء شبرا الخيمه. ودي مش شكوى، مش حاله خاصه، دي حاله عامه. بيشتكي ان ده بيعمل زحام متراكم وبيأثر على ميدان المؤسسه. احنا بنبلغ المواطن محمد احمد عبد الحافظ ان شكوته وصلت السيد محافظ القليوبيه، وان شاء الله يكون فيها رد. لا ان شاء الله هنتابعها ونصورها ونصور عمليه بقى التطوير وتحسين المطلع ان شاء الله.